مميزات الفن اللي اشتغل عليه انا انه في ثلاثي ابعاد، يعني في بعيد وفي قريب. في منحوتات وايد يعني تصير ان اللهم ضغط للشكل انتهى الموضوع. لكن اللي انا اشوف انه اتميز فيه من شغل انه في ثلاثي ابعاد، في بعيد في قريب. العين اذا كان الوجه على جنب، العين اليمين شلون تكون اذا كان الوجه مثلا داير على اليمين، العين اليمين شلون تكون اصغر اكبر، اللي قدام لازم تكون اكبر واوسع، والامور كلها تختلف لما يكون فيها ثلاثي ابعاد. الامور اللي دائما اغلط فيها اللي هي الوجوه لأنها جدا صعبة في بروز، لأن الخشم يبيله بروز معين يكون من هني بارز يعني أكثر من اللازم، بعدين تدريج ينزل لداخل، بعدين بالتدريج يطلع بروز ثاني حق اليبهة. فهذه يبي لها دقة ويعني تركيز أكثر من اللازم. واليبهة مو حيالله إنها تنتفخ وخلاص، ايضا فيها يعني بروز معين من النص، ومنه يكون بشكل دائري، يعني اليبهة لازم تكون بشكل دائري. وما ننسى الشعر بعدين شلون يكون، يعني كل خصلة شعر، يعني ما اخذ شعرايه، كل خصلة شعر، كل مجموعة شعر لهم مسار معين، فاركز على النقاط هذه علشان يطلع الشعر يعني شكله احلى من الحقيقة. بس اللهم اختلاف بسيط ان هذا نحاس هذا صدق، وهذه الأغلاط دائما أطيح فيها. بس الوجه. أما الآيات يعني إذا غلط فيها أو أي كتابة كانت اسم أو أي شيء، أقدر يعني أخفي العيب هذا بتنوين معين أو أي شغلة ثانية. إذا كان الرسم عبارة عن مثلا شيرة أو شكل عادي إنه ما يبي له تفاصيل يعني دقيقة، إذا غلط فيها أقدر هم ألحق على الموضوع. أما إذا كان في شيء إن في غاية الدقة مثلا، طبعا أكيد الوجه يعني في غالب الأحيان، إن إذا مثلا غلط معين، مو غلط أن تفلت إيدي، لا هذا شيء ما يصير طبعا. لكن إذا حطيت خط المفروض ما ينحط، بعدين ألاحظ أن هذا الخط هذا شلون حطيته الحين، شلون أمسح الخط هذا وأرجع أسوي مرة ثانية، فهني غلط كبير يكون. فتخيل إذا حجم لوحة كبيرة مثلا 60 في 80 مثلا، مع أنه مو كبير وايد، لكن 60 في 80 ولوحة تغلط فيها الغلط هذا البسيط، هذا يعتبر كارثة. تنقط اللوحة كلها ترجع تشتغل مرة ثانية من جديد. فالتركيز لازم يكون عالي في الوجوه او الامور، مو شرط الوجوه، او الامور اللي تفاصيلها واضحه، ان اي غلطه تبين على طول. اما الامور مو واضحه اقدر يعني باي طريقه كانت اضبطها باي شيء، يعني احط شيء زايد، او اذا اللوحه متروسه امور وكذي اقدر اخفي العيب هذا بشكل بسيط يعني. علاقتي مع الفن طبعا ما اقول لك كانت يعني شلون اقول لك اياها، ان تقدر تقول عشق للفن.
يعني احيانا حتى لما يكون يعني اكون قاعد بيني وبين نفسي ما افكر مثلا بشيء ثاني اني اطلع اتمشى ولا هذا، تكون وناستي على طول تجاه اللوحه اللي بسويها. افكر اذا ما عندي فكره انقل، اذا النقل مو عاجبني اقتبس، المهم اشتغل على لوحه معينه. هذه وناستي تكون سواء بالبيت سواء يعني في الورشه سواء في الديوانيه. احيانا اكون قاعد في مقهى قدام الناس وبشكل عام احط اغراضي ولويا واشتغل كاني قاعد بالبيت. يعني هذه وناستي، يعني قليل ما اطلع وارجع وهذا، لا وناستي بالذات تكون بالنحاس. فتقدر تقول عشق بيني وبين هالفن هذا. انا حافظ على لوحاتي، اي لوحه احطها في عندي جنطتين خاصين حق النحاس، يعني اي لوحه نحاس لازم تكون بهالجنطه هذه، واكون حاطه مكان امن ما يتسندون عليهم اغراض او شيء، لان هذول نفخ مجرد شغله تخفسها فصعب ارجع مره ثانيه واشتغل عليها. فدائما يكون المكان بعيد عن اغراض البيت او عن تقدر تقول لهم غرفه تقريبا، يعني لهم ركن خاص فيهم في الورشه، انما يعني تقدر تقول مدلليني عندي. فاي غلطه اي هذا يعني شبه مستحيل تتعدل مره ثانيه. انا ما اتبع مدرسه معينه يعني او خطى شخص معين. انا مثل ما قلت اول شيء انه بالبدايه رفيجي اعطاني الفكره واعطاني الخطوات، ف يعني الخطوات هذه انا بديت اطورها. يعني يعني المتبع عليه ان تحط النحاسه على اسفنجه وتحط ما ادري شلون، ولازم تضغطها بالطريقه الفلانيه ولازم كربون ولازم تحرقها ولازم كذا. هالامور هذه جدا متعبه وراح تطلع اللوحه يعني مو بالشكل اللي تبيه. فانا اتبعت طرق بسيطه جدا مو صعبه، بسيطه جدا، ونفس الوقت يعني اللي يشوفها اللي يشتغل على النحاس يشوفها يستغرب بهالبساطه هذه، طلعتها بهالشكل هذا اكيد كبس او اكيد هذا. فلما يشوف شغلي يعني بعينه ويشوف انا شلون قاعد اسوي الخطوات هذه، يعني يفاجئ ان خطوات يقدر يسويها. لكن شلون انت توصل الى مرحله انك توصل الى الدش على 3D؟ يعني اول خطوه مثلا يعني اللي الكل يستغرب منها انه لازم تكون عندي طاوله ملسه. ثاني خطوه لازم يكون عندي قلم حبر، ما حد يستخدم القلم الحبر. ثالث خطوه لازم تكون عندي سجاده صغيره او قطعه زل صغيره ما حد يستخدمها.